تضحك على ايه؟ انا كل ما بقول حاجه واحاول ان انا اعمل فيها فنان او كده يضحك عشان عارف ان انا مش كده. تعبتني قلبي دي، فكرتني احمد السقا دموع. انا شايله هم القعده دي وحياه ربنا. وعملت ايه فينا السنين؟ الجمهور بيشوف الشخصيات بتاعتنا يعني انا وآية خلال مراحل مختلفة في عمرهم، والشخصيتين بيتقابلوا في مراحل مختلفة وفي سنين مختلفة. وانا كان بالنسبة لي مثير قوي فكرة اختبار قصة حب على مدار الزمن يعني. ايوه انا كنت مهتم قوي بانه ازاي الزمن، حتى بعتقد دلوقتي في لحظة زي دي الفيلم كل لحظة الواحد بيشوف الفيلم بشكل مختلف. الوقت كان عامل كبير قوي في تغيير مبادئ كل شخصية فينا، يعني كل حد فينا نفس الشخصية بس كل ما بتقابله في فيس بتحس ان هي كاركتر جديدة، بس ده مبني على الظروف والوقت. بحس كلنا كده يعني، بحس يعني لو قابلت نفس الشخص كل سنتين هو بيبقى واحد تاني. اكشلي احنا اتقابلنا قبل كده زمان، ايوه دلوقتي شخصيات مختلفة شوية. ايوه معايا في المدرسة يوسف يا عليا دكتور سنان. كل فترة زمنية الشخصيتين بيقابلوا بعض فيها بتبقى مرتبطة قوي بمكان في القاهرة. فعندنا في لحظة الزمالك، عندنا المانيال، عندنا الكوربة. بس هي الحاجة الحلوة بالنسبة لي فكرة إن جزء قوي من القصة هو جزء عن القاهرة قوي برضه، أو عن المدينة قوي. فأنت كان في تلاحم كمان مع المدينة عشان الشوارع كانت حقيقية والناس حقيقية، وفي نص الشارع بنصور والسنين كل سنة بالمزيكا بتاعتها أيوة بالأماكن اللي كانت هي دي اللي موجودة، أو هو ده الخروج ساعتها. فكانت حاجات أنا حسيت إن أنا بريليت ليها بسرعة. طبعا الأغاني كانت حاجة أحلى حاجة في الفيلم. قلت لكريم، قلت له احنا بنعمل فيلم ميوزيكال. أيوة اللي هو كمية المزيكا اللي عندنا وبشكل لذيذ، وكل فترة زمنية المزيكا بتاعتها فبترجعك. كان في كده حاجة على النت اللي هو لما بتسمع اغنيه ترجعك فجاه لوقت معين كده، تقف عنده تفتكر وقت معين ولا حاجه. بحس ان ده عندنا جدا والله. كانت مأثره فيا قوي وساعدتني قوي، خصوصا لما كنت بتشغلي كل اغنيه قبل كل، كانت فارقه معايا قوي. عشان كده اعتقد السينما فيها حاجه مبهره، اننا عشان كده الاغاني والاحاسيس والمشاعر كلها ايموشنال جيرني كده محتاجينها توصل للناس. اللي بينا ده ايه؟ انا ملزم بايه عشان اهرب منه؟ السؤال اللي بعد كده سؤال بيقول الفيلم كان فيه سيتويشن شيب، هل تعرفوا ايه هو سيتويشن شيب؟ ايوه انا عارف. وايه الكلمه العربي الايكويفالنت؟ جين زي يا باشا. اصل انا ملمس مع جين زي. ايوه عرفت منين؟ انا ملمس مع جين زي مع مين؟ انا يا باشا يعني انا على الحدود. طيب اوكي. ما هو اللي بيبتدوا كام؟ 97 بتوع جين زي. انا 5 انا ملمس. ماشي انا لسه ماشي بتحاول بحاول كده بس اوكي. بحاول اتلزق. ايوه بالظبط كده. اخويا قال لي عليها، اللي هو احنا في حاجه بس مش هنقول هي ايه بالظبط. مش دي اللي هي انا بالنسبه لك ايه بتاعت زمان؟ ايوه. طيب هو انا لسه بفكر وكده وانا مش جاهز وكده. ماشي ما اعرفش كل طلعت الشباب بتاعتنا. مين اكتر حد كان بياكل في اللوكيشن؟ آية سماح. ما حصلش. مصعب الشيخ آية سماح. الصراحه بحب الاكل قوي. اعمل ايه؟ مين اكتر حد كان بيعيد المشاهد كتير؟ كريم بقى. كريم، استاذ كريم شعبان بيحب يقول لنا المشهد حلو قوي قوي قوي، هنعيده بقى كله من الاول. حلو يا جماعه اول مره كمان. اكيد في احلى. او حلو قوي ده بقى نمثله. ايوه دي بتبقى جمله في قلبي قوي. لا انا بالنسبه لي كان كل شوت يعني اصلا في لخبطه حتى في الاديت، اللي هو كل تيك بيقول حاجه، دي حاجه حلوه وبيقول حاجه جديده وكلمه جديده بتطلع، احساس جديد، وده كان ممتع يعني.